ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ طبعا دلوقتي احنا في موسم المانجا، وموسم المانجا لما يجي لازم نستفاد منه، نعمل بقى حلويات كتير وحاجات كتير. النهارده بقى احنا هنعمل مع بعض موسم مانجا سهل جدا، طريقته سهله مش مكلف. مش هياخد منك 10 دقايق. لو عايزه بقى تعرفي الطريقه شوفي معايا الفيديو للاخر عشان تشوفي كل التكات بتاعت الفيديو. بس قبل بقى ما نبدا الفيديو مع بعض ما تنسيش بقى لايك جميل الفيديو كده، ولو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا اشتركي فيها. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب معانا 2 علبه جيلي بالمانجا، طبعا اكيد يعني جيلي مانجا اللي هو دريم اللي قدامكم ده. هنجيب 2 هنسخن كوبايتين ميه، هنغلي كوبايتين ميه نحطهم على الكيسين زي ما انتم شايفين كده، او كوبايه ونص، مش هنحط كتير عشان الايه الموس بتاع المانجا. دي ميه مغليه هنقلبهم لحد ما يدوب خالص خالص، وبعد كده نجيب كوبايه ميه بارده ونحطها عليهم، وبرضو نستمر في التقليب لحد ما الجيلاتين يدوب. طبعا انتوا عارفين الجيلاتين بتاع الجيلي عشان يتماسك مع بعض. وبعد كده بقى هنركنه على جنب ونجيب معانا كريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه ده بتجيبيه من عند مستلزمات الحلويات او من عند العطار. بتجيبي كريم شانتيه بس مش محلى، الافضل هو مش محلى او محلى عادي. وممكن لو ما في مش هتقدري تجيبي، انا دوت 8 كيلو، لو مش هتقدري تجيبي ممكن تجيبي كيسين كريم شانتيه اللي هو اللبني ده، تجيبيه من اي محل عادي، من اي سوبر ماركت. وهتبداي بقى تدوبي، لو هو مش محلى هتحطي له سكر بسيط، لو محلى خلاص. وهنضربه لحد ما يوصل للقوام اللي انت شايفاه ده اهو. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ شايفين قوامه؟ بعد كده بقى هنجيب بقى جيلي المانجا اللي احنا كنا عاملينه قبل ما يجمد ونقلبه عليه، ونفضل بقى نمزج فيهم لحد ما يمتزجوا كويس جدا مع بعض. بما ان احنا بقى في موسم المانجا فهنجيب بقى مانجايه كده حلوه مقطعه او مضروبه بوريه زي ما انتم شايفينها كده، ونحطها في الخليط بتاعنا اللي هو الجيلي والكريم شانتيه، ونقلبه. وبعدين نحطه شويه في التلاجة لحد ما يتماسك حوالي ساعه كده او 2، ونطلعه يبقى قدامنا بالشكل المتماسك ده اهو. ونجيب بقى كوبايات بتاعتنا، عندك بقى كوبايه بلاستيك، كوبايه ازاز، كاسات، بوله، اي حاجه، بولات صغيره، اي حاجه اللي انت عايزه تحطي فيه. وبعد كده بقى بنحط اهوت كله، بنعبي الكوبايات بتاعتنا، وبتزوقي بقى الوش بتاعها باي حاجه، يعني انت زي ما انت تحبي. تحطي له قطع مانجا، تحطي، انا حطيت قطع مانجا، وكان عندي كيس كريم كراميل كده حطيته برضو على الوش بيدي شكل جميل. انا حطيت في كوبايات اللي هي البلاستيك دي متواجده عندي، وفي برضو الصغيرين اللي هي الكبات الصغيره. حطيت مانجا على الوش، وكان عندي زي ما قلت لك كيس كريم كراميل حطيته. وجربيه وحطيه بقى في الثلاجه او في الفريزر، وطلعي كلي منه، جربيه بجد جميل وحلو قوي في الجو الحر ده، وسهل، وزي ما انتم شفتوا ما خدش وقت خالص. وان شاء الله تجربوه يعجبكم، وبالهنا والشفا مقدما. وزي ما قلت لكم بقى، لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا فيها، وما تنسوش بقى لايك جميل للفيديو كده، واشوفكم في فيديوهات جديده.